كوباية عدس نقعتها ساعتين وسلقتها مع نص معلقة كمون، وفي حلة على النار فيها شوية زيت كده حلوين. هنزل ببصل متقطع شرايح معليهوش أي إضافات خالص، وأول ما يتحمر نرفعه من على النار وهناخد جزء من الزيت على جنب، والباقي هننزل عليه ببصلة مبشورة ناعم وشوية من الشعرية يتحمروا مع بعض. أول ما يتحمروا ننزل عليهم بالرز مع ملح وكمون وعصير ليمونة كاملة بالقشر بتاعها، عليهم كمان العدس اللي سلقناه زي ما هو كده بالمية بتاعته، ولو احتاجنا مية تاني نزود ونغطي ونسوي الرز التسوية بتاعته العادية خالص. في حلة تانية فيها مقدار الزيت اللي معانا، عليه بصلة مبشورة ناعم، فصين 3 توم مفروم، ومعلقة هريسة. أول ما يبدأ لونهم يتغير ننزل بالطماطم، معاها معلقة صلصة، ملح، كمون، بابريكا، معلقة خل كبيرة، وعصير ليمونة، ونقلب ونغطيها ونسيبها على النار تتقل. بعد كده سلقت نوعين من المكرونة، حطيت عليهم بس ملح ونص معلقة كمون، وهنا كان الرز استوى والمكرونة كمان اتسلقت كويس. صفيتها ونزلت بيها على الرز ونغرف، وبألف هنا وشفا. جربوها هيعجبكم جدا، وربنا يحسن ما بين ايديكم.